السلام عليكم حبايبي متابعين قناة البساطة في الطبخ والخياطة، واليوم راح أشارككم فيديو روتيني كلش حلو بسيط وتحتاجونه للثوابات والمناسبات الدينية. طبعا اليوم راح أسوي لكم شوربة الآش بطريقة مختصرة بمكونات كلش قليلة كلها موجودة عندنا بالبيت، ومثل تشوفون الشوربة تجنن اللون والثخن مالتها ولا أروع. وهسه نبدأ، راح نروح على المكونات مالتها ونشوف خطواتها شلون تنطبخ. تشوفون شلون اللون بعد، يعني هنا دا أطبخ بيها وأشوفكم اللقطات من عدها على مود تشوقون لهاي الطبخة. تفيدكم طبعا حتى برمضان، تفيدكم بأيام الشتاء البارد. كلش طيبة هاي الشوربة. أوكي بنات، دا تشوفون المكونات. طبعا أنا هنا أخذت بنات نص كيلو، خذت الماش وخذت العدس وخذت التمن مال الحصة وخذت الحمص المجروش اللي كنا احنا ما نحتاجه. خلطتهم كلهم سوا ونقعتهم في التنقيعة قبل 4 ساعات تقريبا. لأن أنا الكمية اللي عندي راح أسويها جدورة صغار. أنت إذا عندك جدرية كبيرة وتوزعيها ثواب هواي لازم تضاعفين الكمية. هنا أخذت نص كيلو من اللوبيا المسلوقة ومفرزتها بالمجمد. وأنتم إذا عندكم لوبيا حمراء يعني فريش جديدة تقدرين تسلقيها بنفس اليوم وتضيفيها. أوكي، خذت المعكرونة، خذت الشعرية، خذت الأندومي. راح نرجع للتوابل اللي هي أهم شيء بهاي الشوربة. طبعا أول شيء الكاري، الكزبرة المطحونة، الزنجبيل، الكمون المكون الرئيسي، والقرفة، والملح وبهارات الأندومي. طبعا ذنيك كلهن إضافيات. أنا أهم شيء عندي بالشوربة اللي هي القرفة الدارسين والكمون والملح. بعد أنت شو تضيفين من توابل راجعة لك. أنا ضفت الزنجبيل وضفت الكزبرة المطحونة وضفت الكاري لأن ينطيها طعم كلش طيب لهاي الشوربة. نرجع نقول التوابل اللي هي القرفة أو الدارسين والكمون والزنجبيل والكزبرة المطحونة والكاري والملح. وطبعا أنا ضفت التوابل مال الأندومي. الأندومي بيه توابل كلش طيبة فما راح يأثر عليها ويعطيها طعم كلش طيب. قلت لك التوابل راجعة إلك. أوكي حبيبتي، هسه نرجع طريقة الطبخ. مثل ما تشوفون هنا أخذت أنا حبايتين من البصل ثرمتهم شرائح ناعمة. وراح أخلي كمية من الزيت. إذا عندك لية تحمسيها بعد أطيب، إذا عندك لحم اسلقيه على جهة وتضيفينه بعد أطيب. إذا عندك عظم مال غنم أو مال عجل تسلقيهم وتذبيهم على الشوربة تطلع ولا أروع. بس إحنا اليوم راح نسوي المكونات بسيطة. ضفت التوابل اللي هي مثل ما قلنا القرفة والدارسين والزنجبيل والكزبرة المطحونة والكاري. ضفتهم كلهم سوا وحمستهم مي الدهن والبصل على مود نكهاتها بعد تزيد بالحمص وبتطلع نكهة كلش طيبة. وضفت هذه اللي نقعتها الحبوب اللي هي الماش والحمص والعدس والتمن. خلطتهم هيك خلطة خفيفة وراح أخليهم شوية يفورون، يعني شوية ياخذن فورة أو فورتين. بعدين يلا أضيف المكونات الباقية على مود شوية ينسلق عند الماش مثل ما تشوفون مسلوق والحمص. بعد ما أخذن فورتين تقريبا ضفت الشعرية والمعكرونة اللي هي ما سلقتها نهائيا، وراح أضيف كمية المي اللي يغطيها. ونشوف الكمية شلون راح تزيد. اللوبيا أنا لسه ما ضايفتها بنات. هنا بهاي المرحلة ضفت اللوبيا، يعني من ياخذن تقريبا نص استواء أضيف اللوبيا مالتي لأن مسلوقة. أوكي حبة قلبي، طبعا هنا ضفتها بجدرين لأن الكمية ما شاء الله عليها زادت وبسم الله ما شاء الله. ودائما ثوابات أهل البيت تزيد كميتهم وصير بركة. بعد هنا كملت شوربتنا وصارت ثخينة وتجنن، وضفنا لها رشة من الدارسين المطحون. وبدينا نوزع ثوابنا وعلينا وعليكم بالعافية إن شاء الله. ثواب الواصل يا رب ويتقبل منا هذا القليل. طبعا حلوة الشغلات موجودة بكل بيت وطلعيها يوم خميس يوم اثنين البيت محمد والأمواتكم. إن شاء الله استفادتوا من هالفيديو، ولا تنسونا ولا تبخون علينا باللايك والمشاركة حبايب.